الحجم وبهذا التطور مكسب عظيم للجمهورية اليمنية. ومصنع عمران ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، والمشروع هذا سيخفف عن العبء عن كاهل المستهلك اليمني بتخفيض السعر نوعا ما، لأن عملية الإحراق بالفحم قللت الكلفة. إن شاء الله أن الجانب الصناعي في الشعب اليمني سيزداد قوة وعزيمة وإرادة، سواء في ظل عدوان أو غير عدوان. فالشعب اليمني إن شاء الله متطلع إلى قدوم الازدهار والنمو، وثابتا صامدا أمام هذا العدوان الغاشم. الذي تم بناء على توجيهات القيادة ممثلها بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة الجهة المشرفة. هو يمثل خطوة استراتيجية في تخفيض تكاليف المنتج. الصعوبات التي واجهتنا تمثلت في الحصار الذي فرض على البلاد من إغلاق ميناء الحديدة إلى إغلاق مطار صنعاء، وكذلك العدوان. تغلب العاملين في المصنع والشركة المنفذة على الصعوبات، رغم ما عانوا من صعوبات في إدخال معدات مشروع منظومة الإحراق، وصعوبات في إدخال الخبراء الأجانب. طبعا الجدوى الاقتصادية للمشروع جدوى كبيرة تمثل في القدرة التنافسية السعرية بين القطاع العام